السلام عليكم ومرحبا بكم. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم روتين متنوع، ان شاء الله يعجبكم البنات، ان شاء الله ينال احسانكم كيما تشوفوا البنات. اول حاجه نبدو نصلوا ونسلموا على خير خلق الله محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنا البنات بديت لكم الروتين تاعي من الصباح. كنت نض حبيت ندير شويه سفيريه ولا معقود. اول حاجه واش درت البنات؟ رحت شرشمت البطاطا، كنت نقيتها غسلتها مليح، درت لها شوي ملح وندير فيها سنه ثوم. انا هذه الطريقه تاعي البنات كيفاه نديرها. من بعد رحت مرقت لها لاصوص تاعها اللي راح نسقيها به. درت شويه لحم، يعني طرفها صغار برك تاع اللحم، درت شويه لي زيبيس، درت شويه بصل شويه ثوم، وحطيتها تتمرق ونقصت عليها وخليتها تتمرق يعني بالعقل، خليتها باش تتمرق لي، يدخل لي لي زيبيس في اللحم وتتمرق لي تجي بنينه. يعني البنات اللي دخلت جديده نقول لك عليك كي تحبي تجيك الماكله تاعك بنينه، مرقي الماكله تاعك مليح. وهنا نرجعوا السفيريه تاعنا. واش درت البنات؟ درت بعد ما رحيتها وهي سخونه، رحيتها بالالذيه، ولا نحب نرحيها بالالذيه البنات، ما نحبش نديرها بالاشوار ولا الاخر، تجيني مرحيه ياسر وتولي تسيب شغل تطلق لي الماء. يعني غير نديرها بيدي ولا بالفرشيطه برك وفريت، ولا بالاله هذيك اللي شفتوني درت بها. من بعد واش درت لي شوي فلفل كحل وشوي فواح وشوي كمون، يعني البطاطا تحب دايما الكمون الابيض. خلطت كلش مع بعضاه، ندير شوي معدنوس. ومن بعد رحت للبيض البنات، طريقه باش ما تتحلكش في المقله. تلوحي الصفار في البطاطا والبياض، من بعد تخليه تكوري فيه يعني الكوريات تاع السفيريه. هنا شوفوا البنات، بعد ما مرقت اللحم مليح مليح، هنا راح نحط البصله تاعي ونلوح الثوم ونبدا نلوح في لي زيبيس. كيما قلت لكم لازم تخلوا اللحم تاعكم يتمرق مليح مليح، يعني راح تجيكم واحد البنه هايله. لي زيبيس انا ندير فيها راس الحانوت ولا فاح كيما نقولوا حنا، والفلفل الكحل، الكمون، ولا عندك زنجبيل، كزبر، يعني كامل لي زيبيس اللي عندك ديريهم. غير القرفة أنا ما نطيبش بها الحق البنات، نطيب بها غير العجائن البيضاء. يعني كل واحد والطياب تاعو، كل واحد كيفاه يطيب، كل واحد كيفاه، يعني الطريقة تاع جهته، يعني تلقوا في نفس في المثال الشرق ولا الغرب، وكل واحد عنده طريقة تاعو كيفاه يطيب. هنا شوفوا البنات، بعد ما مرقتها مليح حنجي ندير شوية طماطم. طماطم خلوها للاخير البنات باش ما تتحرق لكمش في لي زيبيس. ودائما النار راهي ناقصه، الملح بالطبع ما تنسوهش، والنار دائما تنقصوا عليها وتبدو يعني ديروا تمرقوا، ما تخلوش النار قاويه تولي تحرق لكم البصله وتحرق لكم الثوم وتولي البنه تاعكم ما كانش في المرقه تاعكم. جربوها البنات على الطريقه تاعي، وجربوا الطريقه تاعي في المريق، واعطوني وخلوا لي في التعليقات، يعني وشكون هي اللي تمرق كيما انا. تخلي لي في التعليقات باش نزيدوا البنات نستفادوا من بعضنا. كل مرة نديروا حاجة، يعني نحب كما يقولوا ماهيش راني نعلم فيكم ولا حاجة، بصح نحب نعطيكم الطاقة الإيجابية اللي يعني تفوتوا بها نهاركم. كاين واحد يعود تعبان، واحد كسلان، واحد ما يقدرش يخدم مع السخانة هذه البنات، الله المستعان وخلاص. هنا شوفوا البنات، رحت للمعدنوس قرضته رقيق، خلاه البنات ندير شويه في لاصوص وشويه في البطاطا. تنسوش البنات تخلوا لي جيم للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوا لي القناه بما انه راهي صغيره، ورا ان شاء الله تطلع ونوصلوا وين حابين احنا. نحب البنات نشارك معاكم وصفات اقتصادية بنينة. تقدروا تخبوا الوصفات رمضان، كل مرة راح نحط لكم وصفة جديدة، ولا تحلية، ولا يعني تدبيرات تستحفظوا بها. ولا ثانيتك البنات الأيامات الجاية راح نشارك معاكم العلا اللي نخبيها رمضان واللي نخبيها للشتاء، وإن شاء الله كل مرة راني نشارك معاكم حاجة جديدة البنات، وحاجة دايما كما نقولكم من بيتنا البسيط، من الركن تاعي البسيط اللي نحل الكوزينة، اللي نحب نشارك معاكم وصفات اقتصادية وإن شاء الله تعجبكم.
الكل ربة بيت اللي تحب تقتصد، اللي تحب عندها هدف في دارها، تحب تبني ولا تحب ولا تحب تعمر الدار تاعها، ولا تحب يعني بما أنه موسم الدراسة راهو قريب، يعني هذا من الوصفات اللي رانا نخدموهم في كل دار، بما أنه راهو الغلاء داير حالة. نحب أنا من بيتي البسيط نحاول أني نشارككم أفكاري ويعني والحوايج اللي نخدمهم في داري، ممكن تستفادوا ممكن لا، ممكن تخلوا لي تعليقات نستفاد أنا منكم ويعني هذا يستفاد من عند هذا. هذه هي البنات الهدف تاعي من القناة ومن محتوى القناة اللي نحب نشاركه مع خواتاتي، نحب نشارك معكم الحاجة. هنا بعد ما دخلت لكم دخلت يعني المعدنوس هذيك في وسط البطاطا، نجي نديرها كوريات كيما راكم تشوفوا. كيما تحبوا ديروها سيجارات ولا ديروها كوريات. انا درتها كوريات كيما هكا البنات، ونخليها على جهة حتى نكملهم كامل. أعطوني البنات أفكار نديرهم لكم في القناة إن شاء الله. يعني أنا نحاول أني ندير يومياتي البسيطة اللي نحاول نشاركها معاكم باش تدوا الطاقة الإيجابية مني، وإن شاء الله تعجبكم القناة البنات. ولكن حابين كاش ما آراء نزيد نحط في القناة قولوا لي، تحبوا نديرها لكم غير الوصفات ولا نديرها لكم كيما تشوفوا نتوما، يعني نخلط روتينات وصفات، وإن شاء الله تعجبكم الوصفات اللي راهي يعني نخدموها كلها في الدار، يعني تاع ناس بسطاء يحبوا البساطة البنات. وهنا شوفوا البنات بعد ما كورتهم كامل نجي هنا نغطسهم في بياض البيض. بياض البيض البنات اللي ميخليلكش السفيرية تاعك ولا المعقودة تاعك تتحل في وسط الزيت، تكوني ديري كمية قليلة تاع الزيت، ما تكثريش الزيت ياسر البنات، وحطيها وخليها طيب من الوجه هذا وزيدي عاودي للوجه الآخر. هذه هي البنات المعقودة تاعي كيف نخدمها وتجي يعني ما تتحلكش حتى كعبة في وسط الزيت. جربوها البنات، ما تنسونيش كما نقولوا من الدعم، تفرجوا لي الفيديو كامل باش نكملوا شروط اليوتيوب اللي راهي صعيبة، وان شاء الله نلقى تفاعل البنات، نزيد نحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. وهنا شوفوا البنات النتيجة اللي عطتها لي، يعني تقعد كيما راهي مجمولة كيما حطيتها تقعد. يعني هذا هو السر البسيط اللي يخلي لك المعقودة تاعك ولا السفيرية تاعك ما تتحلش في الزيت. كاينين اخرين ما تصلح لهمش البنات السفيرية، خاطر يحكموا يخلطوا البيض يلوحوه كامل مع البطاطا وتجيكم طرية البنات ياسر، ومن بعد كي لما تلوحها يعني في المقلة تزيد تجي تجي يعني تتحل ليكم. وكاين اللي يدير لها الشابلير ولا يدير لها يدير لها يعني الغبرة تاع الفريك البنات هكاك تجيكم، ولا الفارينة هكاك تجيكم فيها روح يعني ريحة الفارينة ولا ريحة الشابلير. لا شوفوا بطريقتي هذه تتحصلوا على سفيرية يعني غير بالبطاطا بدون إضافات، يعني اللي راح تفزد لها البنة تاعها. هذا هو البنات يعني أنا شوفوا زي ما عطت لنا النتيجة. هذه هي البنات يعني الأفكار اللي نحب نعطيها لكم، يعني اللي ناقصتها يعني معلومات. هذا هو الهدف تاعي من القناة تاعي، إن شاء الله يعجبكم البنات الهدف اللي نحب نوصله للمشتركات تاوعي ولحباباتي باش يعني يستفادوا من هذه الوصفات الاقتصادية البنينة اللي نحاولوا أن نديروها، بما أنه كما نقول لكم دايما راهو الغلا داير حالة، نحاولوا أن نستفادوا من بعض بالطريقة هذه ما تتحلكش في المقلة. وهنا نرجعوا للقضية اللي كان قضى لي الزوج تاعي البنات، راح نشاركوا معاكم كل مرة نشاركوا حاجة كما قلت لكم الروتين هذا راهو متنوع، نحبوا نشاركوا مع خواتاتي. هنا كان قضى لي هذوما مواد التنظيف اللي جابهم لي جافيل يعني ليكيد، هذا اللي نغسل تاع فافو البنات أول مرة راح نجربه، وإن شاء الله نقول لكم عن النتيجة تاعو اسكو مليح ولا لا. بما أني شفت القنوات ياسر اللي يديروه حبيت نشارك حتى أنا نشريه ونشوف ونشاركه معاكم بكل مصداقية. هنا المواد اللي كانوا ناقصيني، أنا البنات ما نقضيش بالشهر وما نقضيش بال15 يوم، أنا نقضي شوفوا البنات كي نشوف روحي فضت المواد الغذائية عندي من الدار نقضي. على واه البنات ساعات نشرو حوايج ما نستعملوهمش ويقعدوا لنا يعني في بيت الخزين ولا في البلاكار،
ونولوا يعني نكونوا في زدنا الاقتصاد تاعنا تاع الدار. لازم نحاولوا كيما نقولوا نقتصدوا على قد ما نقدروا، بما أن المعيشة راهي غالية وكلش غالي البنات. نحاولوا أن نكونوا مدبرات في بيوتنا، لازم نكونوا مدبرات في بيوتنا. لازم نحو كيما يقولوا الحاجة اللي ما نسحقوهاش ما نشروهاش، الحاجة ما ناكلوهاش ما نشروهاش، ما نشروش برك البنات ونفزدوا. وهنا كان جاب لي الزوج البطيخ كيما راكم تشوفوا، جاب لي الفلفل الحلو والفلفل الحار، جاب لي لوبيا خضراء، كيما يقولوا لوبيا ماشطو، ولا احنا نقولوا لها لوبيا خضراء. هنا الفلفل كيما قلت لكم. والايامات الجايه ان شاء الله راح نعت لكم كيفاه نخبي العلا تاع الشتاء ولا العلا تاع رمضان. انا دائما ندير البنات كيما الطماطم كيما الفلفل، ندير طرشي، ندير بوفجوخ البنات ونخبيه رمضان، نديرو يعني نمرق به. وهنا كيما قلت لكم البنات جاب لي الدجاجه هذه، يعني هذه هي المواد اللي كانت نقصتني البنات. جاب لي شويه جلبانه كونجيلي. هذو هم الحوايج اللي ناقصيني في الدار البنات. حبيت نشارك معاكم القضيان تاعي. وهنا قبل ما نرجع القضيان، يعني انا دايره القجوره هذا منخبي فيهم، جيت راح نفرزهم معاكم كيما تشوفوا. هنا هبط كلش هذم المنظمات البنات. يعني أنا كل مرة نشري حاجة وإن شاء الله نحي هذوما كل البنات ونشري كل زي بعضاهم. هنا كان عندي شوية دس البنات، شوية مقارونة، كل حاجة منها شوي. هذو مثلا البنات لميتهم كيما قلت لكم. لازم نفرز الحاجة الحالة قبل ما نخبيهم في بلاصتهم. هذا هو الروتين تاع اليوم البنات، اللي حبت ندير لكم الطاقة الإيجابية باش يعني تتحفزوا، تنوضوا لدياركم، تنوضوا تخدموا خدمتكم الشغل تاعكم. هنا جيت مسحت القجورة كامل البنات اللي نحط فيهم المواد الغذائية. هنا كانت عندي الحلوى هذه تاع الملونات ثانيتك البنات، نحب يعني ندير بها، دايرتها في بورتمونجي. هنا شوفوا عندي شوي ملوخيه ثانيتك درك ندير لها بلاصه. يعني كيما راكم تشوفوا الدار راهي ساعات تعود مرونه ساعات تعود مفروزه، تعرفوا دار العيله ودار الاولاد. هذه هي البنات، وحنا ربي قدرنا ونخدموا ديارنا وربي يعطينا صحتنا ان شاء الله. هنا جيت مسحته كامل البنات، كي مسحته لقيته ما عجبنيش المساحه تاعو، اللي طرحت عطيته درت له رغوه نتو مليح. وهنا بديت نرجع في يعني الحوايج اللي كنت جبتهم البنات، المنظمات اللي نردهم كامل، كل حاجه في بلاصتها. هكا البنات انا نخدم في الدار تاعي، يعني كل مره نخدم شوكه ولا كوانه باش هكا البنات ما نفرزحش الدنيا كامله ومن بعد نتعب ونحصل ونعد يعني ما نقدرش نخدمهم كاملين. يعني مره نفرز القجوره، مره نفرز البلاكار، مره نفرز لي زيليمون. هنا كان عندي شوي كسبر البنات واللي تخبيته. هنا الروز راح نفرغه كامل في المنظمات هذوما. يعني بما أنه عندي شوية رز من قبل جبته كامل وفرغته في المنظمات هذوما. دايما البنات كي نعودو نخدمو لازم ننظمو خدمتنا باش ما نحصلوش ونظلوا حاصلين، يعني ما نقدروش باش نخدمو من هذه لهذه. يعني دايما ديري بروجرام كل يوم واش راح تخدمي، كل يوم واش راح يعني واش راح تحطي. اليوم كيما نقولوا في المثال، اليوم درت الكوزينه، غدوه درت الشمبره، غير غدوه درت الصالو. يعني كل مره ديري حاجه، ما تخدميش كلش في فرد النهار وتتعبي وتولي تمرضي وما تلقيش كل يوقفلك على دارك. هنا للعشوة البنات للأمانة ارتحت شوية ورجعت راح ندير العشاء. راح ندير معاكم شوي كسرة معجونة على الطريقة تاعي. شوفوا البنات أنا ندير فرينة ودقيق، درت 2 كيلات دقيق ونص كيلة فرينة. وانتوما كيما بغيتو ديروا دقيق كامل، بغيتو ديروا تخلطوا كيما بغيتو. انا هذه هي الطريقه تاعي البنات، راح تجيني كسره هايله. جربوها البنات على الطريقه تاعي وان شاء الله تعجبكم. هنا درت كميه تاع زيت، حكمت محيتها بين يعني في الدقيق والفارينه هذيك، اما خلطها مليح معاهم بنيديه حتى نشوفها الزيت هذيك تخلط ونشوفوا اسكو ناقص ولا لا. اذا لقيتوها مشي مبسه زيدوا شوي. انا ما نحبها مبسه ياسر، ما نحبها يابسه ياسر. كي تعود مبسه ياسر البنات تجيني مشقه على الحواشي، وانا نكره الكسره كي تعود مشقه على الحواشي. وهنا زدت شويه خميره وشويه ملح بالطبع وشويه سكر. اللي تحب تجي دير الكسره تاعها تجي حمرا دير لها كميه تاع السكر تجيكم تهبل البنات. هنا بليتها
وحكمت عجنتها درتها في ساشي صح البنات، نديرها شويه يابسه البنات، ماشي كيما تنبلو كسره خميره كيما المعجونه. المعجونه تجي شويه يابسه على الخميره باش من بعد تعطيك الطوع في العجين. يعني الخميره راكي راح تطريها وتجيك مليحه، بصح الكسره المعجونه راح لازم ديريها يابسه وتجيك هايله هايله. يعني الطريقه تاعي البنات اللي ماشي مولفه ديرها تجربها. هنا بليتها لميت الحواشي هذوما كامل. يقولوا لنا والدينا بكري، الام تاعي تقول لي اللي ما تلمش الحواشي تاع القصعه تاعها ماشي مرا. هكا البنات تعلمنا وعلمونا والدينا. وهنا راح نلم العجينه كامل على الحواشي ونديرها في ساشي ونخليها تترنخ. روحي ثم من بعد البنات روحي ديري الغدا العشاء تاعك ولا الغدا، ومن بعد كي ترجعي مش راح تعطيك، مش راح تعبك خلاص. بما انه البيترا تاعي فزت حبيت يعني وليت نعجن غير بيدي. هاوليكم البنات نحكمها نعجن وانا فيا طبع، ولو ندير خبزه وقرصه نقسمها على زوز ونعجنها. يعني ما نعجنش العجينه كامله اشتل، يعني خبزه واحده نقسمها هكا راح فيا الطبع هذا البنات. عجنتها فوق طاولة العمل، نحاول اني ندلكها مليح مليح. يعني لازم تتعجن البنات، الكسره معجونه عليه يقولوا معجونه لازم تتعجن مليح. قد ما تعجن مليح قد ما تجيك كسرتك قاطو. هذه هي البنات السر اللي يخلي الكسره تاعك باهيه وملاحه. أنا نعجن ونحطها تترنخ شويه ونزيد نبدا يعني العجينه الاخرى نزيد نعجنها نزيد نخليها تترنخ ونرجع الاولى البنات راح نلقاها عطتني الطوع خلاها للعجين. هذه هي الطريقه تاعي البنات في العجين. شوفوا نحط هنا زيد تترنخ شوي نزيد نرجع لهذيا نزيد نرجع الاخرى حتى نشوفها البنات العجينه تاعي بياضت. يعني الزيت كامل دخل وما بقاش البر. هاي ليكم البنات ودرك تشوفوا النتيجة في الأخير زي ما جات الكسرة تاعي جات تهبل جات حميمرة. وإن شاء الله يعجبكم البنات الفيديو هذا. ما تنسوش تخلوا لي جيم للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوه. دايما نقول لكم البنات اللي وصلت هنا تفرجوا لي الفيديو كامل باش تطلع نسبة المشاهدة عندي ويوصل أكبر عدد من المشتركين والمشاهدين. خلوا لي تعليق ولو بنقطة باش نتحفز ونزيد نحط لكم فيديوهات أخرى بإذن الله. هذه هي البنات. شوفوا راني حبيت ما نسرع لكمش الفيديو كيفاه نعجن الكسره تاعي اللي مبتدئه وصغيره ودخلت الكوزينه، ولا اللي رايك غير دارت الدار. يعني تحاول ان تدي منا افكار، يعني احنا الكبار باش تتعلم حاجة جديدة، وإحنا كامل رانا قاعدين نتعلموا رغم الكبر وكلش. بصح كي نشوفوا حاجة تلقاي طفلة صغيرة ونتعلموا منها. هذه هي البنات الفيديو تاع اليوم حبيت نشاركه معاكم. ان شاء الله يعجبكم الروتين تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم يومي كامل كيفاه كملتوا. وان شاء الله يعني نلقى التفاعل فيه البنات. راح نزيد نحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. هنا جبت ما قلت لكم البنات بعد ما عجنتها راح نجي نقرصها. نقرص الكسرة تاعنا نكون حنصبت الطاجين سخن مليح. احنا نطيب على الطابونة البنات، ما نطيبش على الكوزينير، نطيب على الطابونة. نحط طاجين تاعنا تاع بكري تاع الطين اللي راهو ما نستغنوش عليه. هذه هي الكسرة تاعي البنات حبيت نشاركها معاكم. حبيت نشارك معاكم الفيديو كامل وان شاء الله يعجبكم البنات نلقى فيه التفاعل. راح نزيد لكم نحط لكم فيديوهات اخرى باذن الله. بعد ما قرصت الكسرة تاعي شوفوا البنات كي تتعجن مليح راح تعطيكم الطوع التقراص ليه ما تجيكم فيها حاشية ما والو. وهاي هي النتيجة. شوفوا البنات بعد ما طيبتها هاي لكم النتيجة. الكسرة زي ما جات تتهبل جات حميمرة هايلة البنات كامل جاو كيما هكا. لا هي منورة كاين اخرين الكسرة تنور ليهم. وهنا جيت نقصها معاكم وتشوفوا النتيجة. هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وتهلاو في الجيم والكومنتار باش نزيد نتحفز نحط لكم فيديوهات اخرى. وفي امان الله. سلام.